في بلاد كتير الجرايم ممكن تيجي فجأة، ولكن في جرايم أول ما بتسمعها بتحس إن قلبك اتقبض وعقلك مش قادر يستوعب، وكل اللي جواك بيقول إزاي في بشر يقدر يعمل كده. حكاية طفل ملحقش حتى يعرف يعني إيه دنيا في قرية هادية اسمها ميت عاصم في مركز منية النصر. بيوت بسيطة وناس على قد حالها. القرية دي صحيت على مصيبة من أبشع الحاجات اللي شافتها خلال حياتها. شاب اسمه أحمد إبراهيم سليمان عنده 22 سنة من نفس القرية، واحد الناس كلها شايفاه وبيعدي من قدامهم كل يوم، ولكن اللي محدش كان متخيله ان الشاب ده هيتحول لوحش في لحظة وبدون رحمة. كان في بيت بسيط مفهوش باب، كان في طفل رضيع عمره 14 يوم بس. طفل كان نايم مطمن ومش عارف ان في حد بيمد ايده مش علشان يشيله ولكن علشان ينهي حياته. دخل المجرم الأوضة وخد الطفل وشاله ومشي لحد ما وصل لترعة في البحر الصغير، وهناك من غير تردد ومن غير لحظة ضعف رمى الطفل في الترعة وسابه ومشي. الصبح الأم قامت علشان تشوف ابنها ملقتوش وافتكرت نفسها ان هي بتحلم، والأب صحي وقعدوا قلبوا القرية كلها علشان يوصلوا للطفل ولكن بدون جدوى. الأب راح القسم وعمل بلاغ عن طفل مختفي، وهنا كانت الصدمة اللي تكسر ظهر أي راجل. الضابط قال له ان بالفعل المتهم مقبوض عليه، وساعتها الأب كان فاكر ان ابنه مجرد كان مخطوف وان حقه خلاص رجع، ولكن الحقيقة نزلت عليه زي السكينة وقالت له ان ابنك مات غرقان. الأب بيحكي وبيقول انه شغال باليومية في كافيتيريا، والمتهم كان بيجيله عنده وطلب منه ان هو يشرب مخدرات ولكنه رفض وبلغ اهله، فلما اهله عرف طردوه من البيت. وبعدها لما عرف اني خلفت بقى بيجي وبيسأل على ابني ويقول لي ان هو عايز يشوف. قلت لاهله ان هم يبعدوه، حصلت مشكلة بيني وبين ابوه، ولكنه قرر ان هو ينتقم مش مني ولكن من اغلى حاجة عندي. ربنا يا رب يرحم الطفل البريء ويصبر قلب اهله.